بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الآية 80 من البقرة. هنا الآية هنا بترد على الآية اللي قبلها. هم بيقولوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طيب رب العزة رد إيه؟ رد ايه العهد اللي اداهولنا؟ ان ان في حاجتين، في اصحاب جنه واصحاب نار. بلى من كسب سيئه. بلى هنا نفت كل الكلام اللي قبل كده. شوف انت بقى، انت في بلى ديت ولا في التانية اللي هنشوفها المره الجايه؟ بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. كسب دي مع سبق الاصرار والترصد. يعني انا صاحي الصبح ناوي اسرق، ناوي اكذب، ناوي اذي فلان الفلان. سيئه. السيئه عموما احنا هنا عشان كلمه الخلود اللي في الاخر، كلمه الخلود، فهو هنا الائمه قالوا ان السيئه واحاطت به خطيئته ده المقصود بها الشرك او الكفر. طيب بس هو عايزين نقول حاجه، ان كسب سيئه. انا دلوقتي كذبت بحيث آه آه ان انا مصمم على الموضوع ده. احاطت به خطيئته. الكذب ده يا جماعه تحول من فعل فردي الى عاده، وطورته بحيث ان انا خليت البيئه المحيطه بي كامله لازم تمشي في الاتجاه ده. يعني منظومه الفساد في مؤسسه معينه انا رفعتها من مرحله خطأ فردي لمنظومه متكامله تمشي في الاتجاه ده. فالقدرة على الرجوع صعب، ومستلزمات ان انا ابقى ماشي في السكة الشمال بتخليني ناحية اولئك، تبعدني اكتر واكتر عن ربنا. فهو بدل ما كان كذب فردي بقى كذب منظم، آه بيشارك في بيئة، والبيئة الصالحة بعيدة، ومفيش توبة تقطع المواضيع دي. فدخلنا للخلود. اصل انت لما تيجي تبص مثلا في الاصل تلاقي ايه؟ البدايه مش الشرك بالله. البدايه مثلا زنا والعياذ بالله. فجه العيل الصغير، طب عايزين نداري على الموضوع، رحنا جايين قاتلين العيل الصغير. الست هتفضحني فاروح جاي انا قاتل. دخلنا في حته. فهو ارتكاب السيئه في الاول كفيل انه يدخل للخلود. عشان كده الايه والله اعلم بتدي معنى قوي جدا. احنا عارفين ان اللي هيموت مشرك ده خلاص هيخلد في النار، تمام كده لو ما تابش قبلها. طيب الآية بتقول ايه؟ خلي بالك ان مجرد السيئة الصغيرة استمراريتها وعدم التوبة منها حتى بشوية ندم. يعني مثلا حد بيشرب سجاير، بيتجيله فترات من نعمة ربنا علينا ان احنا نيجي نندم حتى لو انا لسه ما بطلتهاش. حتى لو انا لسه، اهو الندمه ديت ما بتخليش الموضوع يتطور. اما اللي مستمرأ السجاير بيخش في المرحله اللي بعديها، المرحله اللي بعديها يخش في المرحله اللي بعديها، وهكذا. فتحيط الخطيئه بيا. يبقى بدل ما هي كانت حاجه كده بسيطه، لا، فيبقى القدره على الرجوع اكتر. فلما نيجي نعكس الايه، يبقى لو سمحت لما اعمل انا ذنب محتاج ارجع بسرعه استغفره. أول لما أرجع بسرعة. ليه؟ لأن سهولة الرجوع بعد الذنب مباشرة لا تقارن بتأخير التوبة. لأن الذنب مش هيسكت، السيئة مش هتسكت، لازم تجيب أختها، لازم. دي سنن. فأنت هتخش، فبدل ما هتيجي بعد أسبوع تتوب عن السيئة اللي أنت عملتها يوم السبت، يوم الجمعة عايز تتوب، أنا عايز أتوب عن خطيئة السبت، بدل ما أتوب في نفس اليوم يوم السبت، هي جابت حد
وجابت 2 وجابت 3 وجابت سيئات على مدار الاسبوع. فبقت قدرتي على التوبة منها يوم الجمعة ممكن تفشل عادي جدا. استمرار جمعة على جمعة وشهر على شهر وسنة على سنة، طبعا الكلام كله على الماسورة يعني، ذنب غير الذنب برضه، في حاجات بتبقى محتاجة وقت أكتر، فنسأل الله العافية. إحنا مش عايزين نخش في الموضوع ده، إحنا مش عايزين حتة خالدون سواء كانت تفسيرها الشرك أو الذنب من أوله لغاية لما يكبر فيدخلني في الشرك، يعني كشرك ابتداء فدخلني في الخلود، أو الذنب الصغير اللي أنا دلتني أكبره وأسقيه وأكله لغاية لما دخلني في الشرك. طيب افك الخطيئه ازاي؟ اللي انا لان كل واحد فينا عنده خطايا ومحيطه بيه، وهو انا مش عارف اللي مش عارف يبطل السجاير مش عارف يبطلها لانها محيطه بيه، لازم يقطع. ايه بقى؟ طبعا يا جماعه اي حاجه بدون الاستعانه بالله، والله لو عملت ايه لازم ندعي في الاول، لازم ندعي في الاول. طيب اول حاجه ابقى معترف الاول ان الكلام اللي انا بعمله ده غلط، لان اصلا في مشكله ان ايام الجاهليه لما كنا بنيجي نشيش احنا ما كناش مقتنعين اصلا ان الشيشه دي غلط، فانت اصلا محتاج تفهم ان الشيشه غلط وبعد كده تبتدي تخش في المرحله اللي بعديها. طيب فنسمي المسميات بمفاهيمها. طيب في حاجات بتغذي الغلط لازم يتقطع. لما احنا نيجي نبص على قتال القتلاء لما راح للعالم اللي هو فاهم بقى، قال له سيب المكان ده، سيب المكان دوت، لانه هو مكان لا ينهى عن منكر ولا يأمر بالمعروف، فانت مبدئيا لازم تروح في حتة تانية تلاقي فيها العكس، او على الاقل مفيش ناس تساعدك. طيب النقطة اللي بعد كده هو انا ظلمت مين حواليا، لازم ارجع، اللي هي التوبة باركانها يا جماعة. يعني محتاجة النية وقصد وابعد ومش هبعد ومش هرجع تاني، يعني ابعد ومش هرجع تاني، وكل واحد صاحب حق نرجعها له. ده عشان نفك الإحاطة، السور بتاع الخطيئة مش هيتفك إلا بعد الدعاء بتوبة محترمة تخلي الواحد يرجع تاني للصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.